السلام عليكم. اليوم جبت لكم قصة غريبة وعجيبة كتخلط بين السخونية القاتلة والظواهر الغامضة. هذه قصة شاب اللي كان ساكن بوحده وسط الصحراء في الوقت اللي كانت الحرارة كتطلع الأرقام ماشي عادية. تابعوا معي القصة وخليكم مركزين. الحرارة ولات نار كتقصف، ولات لعنة كتجري وسط الليل، وكان واحد الصوت كيهمس: بارد، بغيتي البرد. القصة ديالنا اليوم ديال واحد الشاب سميتو ياسين اللي عاش وسط موجة حرارة قاتلة في الصحراء، ولكن اللي وقع عليه ماشي ساهل. خليكم معايا، راه غادي نديكم في واحد الرحله مظلمه وخطيره. ياسين كان ساكن بوحدو في دار بعيده، بلا ماء كافي وبلا اي مساعده. الجو كان مزموت والحراره فايته 40 درجه. الناس في القرب كانوا كيتكلموا على الظواهر الغريبه اللي كتصاحب السخونيه، ولكن ياسين ما كانش كيتيق، كيقول هادو غير خرافات. ياسين كان كيعيش ايام صعيبه وسط السخونيه، والنهار كيولي كالجحيم. في واحد الليل وشبه منهار من التعب والحراره، حس بشي وجود غريب كيقرب ليه، والهواء برد فجاه، بحال شي لعنه كتغير الجو كامل، بحال شي حاجه خارقه كتنفس حدا ياسين وكتراقب كل حركه ديالو. فجاه بدا كيسمع همسات كتهمس في ودنو، كلمات بارده ومقلقه: بارد، بغيتي البرد. الصوت بدا يقرب والجو كيتبدل من سخون لبارد. فجاه قدام عينيه بان ليه جن بعيون جليديه، وبصوت هادي كيقول له: ياسين، عرفت بلي راك مهدد بالموت في هاد الحراره. عندي لك عرض ماشي سهل، نحميك من السخونيه ونخليها بارده، ولكن خاصك تكون مخلص ليا وعابد ديالي وتسمع الكلام ديالي، والحياه ديالك غادي تتبدل. ياسين تردد، عرف بلي ما عندوش اختيار اخر ومحتاج يعيش. وافق على الاتفاق. من تماك الحراره ولات اقل، ولكن الاتفاق ما كانش سهل وعمره غادي يقدر يتراجع عليه. الايام كتمر وياسين كيحس براسو كيغرق في دوامه ما عندهاش نهايه. الافكار كتجري في العقل ديالو بحال عاصفه ما كتوقفش، وصوت في الراس ديالو كيردد بلا رحمه: خاصك تخلص الثمن، خاصك تخلص الثمن. العقل ديالو بدا كيتخبط بين الحقيقه والهلوسه، بين الرغبه في الحريه والخوف من المصير. كان كيشوف ظل الجن كيراقب كل حركه ديالو، كيسمع الهمسات كتقرب منه اكثر فاكثر. في ليل مظلم واقف قدام المرايه، عينيه خارجين ولكن خاوين، كيسمع الصوت كيتردد الداخل ديالو: ما كاينش مهرب، ولكن القرار ديالك. القلب ديالو بدا كيخبط بقوه، الرغبه في الهروب كتشد فيه، لكن الرعب كيحاصره من كل مكان. فجاه بقى ساكت، كيشم في الهواء البارد، كيدخل الجسد ديالو، كيحس ببروده كتغزو في روحه. قال في بالو بصوت ضعيف: ما بغيتش نكون عبد، بغيت نكون حر. بدم بارد. ياسين قرر يواجه هاد الظل والصوت. خرج من الدار والرمل تحت رجليه كيشعل والهواء كيتغير فجأة. قلب ياسين بدا كيدق بقوة، ولكن ما قدرش يحرك رجليه. الليل كيغطي كل شيء. الهروب ما كانش النهاية، كان البداية ديال صراع أكبر، صراع بين الإنسان والظل اللي مكبله. ياسين كان واقف في الظلام وكيحاول يفهم شنو كاين قدامه. الظل غريب، والضوء اللي كيدور حوله كيزيد يقرب ليه بلا توقف. الصوت بدا كيردد بنبرة قوية: اللي بغى يهرب من السخونية خاصو يخلص الثمن. قلب ياسين بدا كيدق بسرعة والرعشة كتجري في جلدو. حاول يتحرك ولكن رجليه كانوا مقيدين، بحال شي قوة خفية شداتو. الجو بدا يبرد فجأة بزاف، بحال شي جدار من الجليد كيضوقوا من كل جهة. فجأة الضوء كبر وكتف حتى غطى كل شيء. ياسين حس بحركات غريبة من حوله، أصوات مبهمة وهمسات غامضة، وفجأة ما بقى حتى أثر ديالو، لا ظل لا صوت لا حراك، بحال شي قوة خداتو لعالم آخر وسط هاد السخونية المرعبة. من بعد اختفاء ياسين البوليس لقاو دارو خاوية وسط الصحراء، لقاو غير الرماد، كلشي تحرق، بقى لا مرايا لا أثر ديال الحياة، غير واحد الدفتر محروق شوية في صفحة وحدة واضحة: أنا ماشي مجنون. أنا شفت الحقيقة، والبرد ماشي راحة، البرد سجن جديد. ولكن الغريب هو أن المراية كانت مهرسة وجدران مكتوبة بكلمات غريبة: بارد، أنا ماشي عبد. بداو يحققوا، ولكن لقاو ملف قديم في مستشفى الأمراض العقلية فيه تصور ياسين، وكان مسجل أنه هرب من المستشفى قبل شهر. كان كيعاني من هلوسات الحرارة والبرد، وكان تيقول ديما: كاين شي مخلوق كيبغي يتحكم فيا، كيعرض عليا البرد مقابل الروح ديالي. ياسين حالة نفسية حرجة، كيتيق أنه كيتعامل مع جن وسط الصحراء، ولكن واش فعلا كان مريض ولا كان هو الوحيد اللي شاف الحقيقة؟ من ذاك النهار بداو الناس كيتكلموا على لعنة كتمشي وسط الصحراء، كتقلب على ناس جداد اللي باغيين يهربوا من الحرارة. اللي كيقبل العرض كيولي هو الآخر مجرد ظل وسط المراية. دازت الأيام، واحد الراعي كان دايز من ديك البلاصة في الصحراء، ولقى واحد المراية وسط الرمل، مراية بحال اللي كانت عند ياسين في الدار. وسطها بان وجه ماشي واضح، ولكن العيون باينة، عيون كيخرج منهم جليد. الراعي قرب وسمع:
همسة خفيفة، بارد، بغيتي البرد.